السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. رضا عبد العال يرد على شائعة ضربه من إمام عاشور. كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن حقيقة حدوث مشاجرة بينه وبين إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي داخل كواليس تصوير برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل رامز جلال. وكان من المقرر أن يظهر عبد العال مع إمام عاشور في نفس الحلقة من برنامج رامز جاب من الآخر، قبل أن يرفض نجم الكرة المصرية السابق تصوير الحلقة ويتم استبداله بالإعلامي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. وقال رضا عبد العال في تصريحات: لم أقابل إمام عاشور ولم يحدث بيننا أي مشكلة أو مواجهة من الأساس، سواء قبل أو أثناء وبعد الحلقة، وسأقوم بمقاضاة مروجي شائعات قصة الضرب في البرنامج. وأضاف عبد العال: اعتذرت عن تصوير حلقة برنامج رامز جلال بسبب خوفي من مخاطر التصوير، والمنتج اجتمع معي في الفندق وضاعف المبلغ المتفق عليه، لكنني رفضته بسبب خضوعي لعملية قلب مفتوح في وقت سابق. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. يا ريت نضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.